طبعا يا ميدو، مساء الانوار يا ميدو. مساء الانوار، ده مين اللي كان بيقطع ده؟ ده الغزال. يا ميدو. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كباتن مصطفى يونس بس وايمن كويس يونس. كويس ان الكوره خبطت في رجلك يا ميدو وانت جاي من بعيد كده. الحمد لله. حضرتك يا كابتن مصطفى، والسلام يا حضرتك. حبيبي وحشني. الله يخليك يا ميدو. جون مهم قوي يا ميدو في بداياتك مع نادي الزمالك، كنت محتاجه رغم ان كان عندك بدايه سابقه، لكن النهارده الوضع مختلف. النهارده بتجيب جون عشان تخش في التشكيل الاساسي للفرقه، واعتقد ده هدفك او ده يعني رؤيتك للمرحله اللي جايه بالنسبه لك. والله طبعا يا كابتن، الواحد طبعا يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت كنت مركز كويس في التمرين، وكابتن حسن وكابتن اسماعيل حاطين لي برنامج بصوره متدرجه كويسه، وبرضه الاشتراك في المباريات بصوره متدرجه. يعني انا شايف ان احسن حاجه في ماتش النهارده هو التوقيت اللي دفع، يعني كابتن حسن دفع بيا بتوقيت كويس جدا. ودي طبعا خبره كبيره جدا، ان هو انا شايف لو كان دفع بيا 10 دقائق بدري او متاخر كان هيبقى صعب ان انا اتاقلم واخش جوه الماتش، ولو بدري شويه برضو كانت الدنيا هتبقى اصعب. انت شايف ان التوقيت ده مناسب قوي بالنسبه لك دلوقتي؟ طبعا يعني انا شايف ان التوقيت اللي كابتن حسن ده يعني نزلني في توقيت مناسب جدا بالنسبه لي. والحمد لله يعني طبعا يعني كان في تعليمات من كابتن حسن اول ما نزلت ان انا يعني اقف على الكوره اطلع الفرقه عليا بلغه الكوره يعني، والحمد لله عملتها كويس. وبعد كده طبعا لما الجون جه الشكل اتغير يعني. طبعا. قول لي يا ميدو، الهدف الجميل اللي انت جبته ده، انت على فكره جبت هدف زيه بالظبط، انا متذكر كان مع منتخب مصر لو تفتكر، فاكر حاجه زي كده يا ميدو؟ انا جبت في انجلترا يعني كابتن ايمن حتى انا جبت جوان كتير بالشكل ده في انجلترا حضرتك قصاده كان ماتش مصر وليبيا اللي عملنا متى قبل الكوكب العربي. ايوه مصر وليبيا يا ايمن يا ميدو. ماتش بتاع 4 انت نزلت برضو نفس النزله، عندك الاحساس بتاع الكوره دي باستمرار. وفي توتنهام جبت زيه برضو اعتقد. جبت زيه مرتين ثلاثه. في توتنهام برضه يا كابتن يعني ايا كان الواحد يتكلم بس في ماتشات معينه بلاش يا ميدو. ميدو في ماتشات معينه بلاش. ها لا والله يا كابتن. لكن واضح يا ميدو ان شيكابالا كان عنده اصرار انه عايز يعمل معاك كوره باي شكل، واضح حبه جميله ما بينكم. والله يا كابتن يعني الحمد لله يعني غير طبعا شيكابالا اخويا طبعا. انا يعني والله فرحتي بان انا حاسس ان الناس فرحانه بيا واللعيبه والناس اكتر من الجول. يعني الحمد لله كل الناس كل زمايلي والجمهور بعد الماتش يعني مش عايز اقول لك يعني بالدنيا كلها. جميل. الزمالك يعني من وجهه نظرك يا ميدو، وانت لعيب كبير، احنا بنجيب لك، معرفش انت وصلت البيت ولا لسه، بنجيب لك بنجيب لك لقطات مخزنه عندنا باهداف جميله يعني. يعني شايف الزمالك الفتره الجايه محتاج ايه يا ميدو؟ والله يا كابتن الزمالك يعني محتاج، يعني انا شايف ان نادي الزمالك عشان يكسب بطوله الدوري ويتصدر المسابقه لازم يكسب 4-5 ماتشات ورا بعض. ودي حاجه احنا مفتقدها في نادي الزمالك بقالنا فتره كبيره. النهارده يا فرقه البطوله لازم يبقى عندي، بالانجليزي بيقول لك باك تو باك وين، ان انا لما اكسب ابني عليه واكسب ابني عليه واكسب ابني عليه لغايه ما ابقى انا في فرق بيني وبين اي حد. فاحنا الحمد لله الكلام ده حصل في الماتش اللي فات وماتش النهارده، ومهم جدا ان احنا نكمل الكلام ده بماتش المصري. لان ماتش المصري انا شايف ان هو يعني من اهم الماتشات اللي هتبقى بالنسبه لنا الموسم ده، بالذات مع صعوبته، مع طبعا معروف عن كابتن طلعت يوسف ان هو بيقفل الملعب كويس جدا، وفرقه المصري فرقه محترمه جدا. كمان زياده الصعوبه ان الماتش من غير جمهور، فانا شايف ان احنا لازم نبني على مكسب النهارده. لازم نبني عليه كويس جدا، ولو كسبنا ان شاء الله باذن واحد احد ماتش المصري هتفرق معانا جدا. احساسك النهارده بجمهور الوايت نايتس، ولو حابب تقول لهم كلمه عشان المستقبل يبقى اجمل واجمل لفرقتكم، تقول لهم ايه يا ميدو؟ والله يا كابتن يعني طبعا يعني هم ليهم طريقه في التشجيع وطريقه مختلفه عن الجمهور العادي اللي هو بتاع الدرجه الثالثه بتاع زمان. الجمهور يعني الجمهور بتاع زمان بتاع الدرجه الثالثه كان بيسكت، ولما يجيب جون الناس بتهيص وبعد كده يسكتوا ثاني، لكن هم بيشجعوا بطريقه يعني مستمره على طول. انا بس نفسي يا كابتن ان احنا ما نشتمش حد. دي حقيقه فعلا، ما نشتمش حد وما نتعرضش لحد، واحنا كسبانين نركز في فرقتنا بس. وانا قلت الكلام ده قبل كده، نركز مع نادي الزمالك بس ومكسبنا والثلاثه بونت بتوعنا والاحتفال بلعادتنا وبس. دي الكلمه اللي انت حابب تقولها للجمهور. طبعا، ودي كلمه مهمه، وده هيعمل فارق كبير يا ميدو على فكره. يعني بالنسبه للالتراس اهلي ولا اتحاد ولا اسماعيلي، هيبقى خطوه كويسه جدا
لتشجيع يعني مشرف لينا ولبلدنا يعني. حضرتك سامعني يا كابتن؟ ايوه ميدو احنا كنا شفنا قبل كده، كان في وقت من الاوقات كان في مثلا بعد الماتش شيكابالا بيروح للجمهور والجمهور كان بيغني اغنيه وكده. احنا نفسنا كلعيبه، وانا قعدت مع شيكابالا وكابتن حسن وكلنا ان احنا برافو، حييك يا ميدو والله. اتفضل ميدو شوفوا لنا يا جماعه ميدو تاني لازم نحييه عليها الحقيقه. طبعا. هو ما وافقش اطلاقا على اي خروج وراح احنا عاقبنا عليها وهم وصلت لهم لو تفتكر بالزبط. لما اتكلمنا على اسلوب حتى الفرحه الزياده، او اللعيب لما يجيب هدف في المباراه ويروح للجمهور ويبتدي يعيش لحظات استفزاز ضد الفرق المنافسه. نعم. واتكلمنا ازاي تفرح لما تجيب الجون، وازاي بعد المباراه وانت كسبان برضو تحترم الخصم. اللعيبه بتتاثر بالكلام ده. هو موجود متخزن عندهم، بس انت بتعمل اعاده تجديد لفكرهم وادائهم مع ناس محترمه ولاعيبه محترمه. أيوة. زي ما ميدو قال لك كده، احنا بطلنا نعمل ده لان ده قد يثير الموقف ويثير الجمهور ويثير بعض الناس اللي مش فاهمه تحياتنا. فاعتقد هو ده النجاح، ان في لعيبه محترمه فاهمه دورها، مش بس جوه الملعب لا وبره الملعب. واحنا بنحييك يا ميدو جدا والله على الموقف ده الحقيقه يعني. لا ربنا يخليك. لكن هو الفعل برضه من ضمن يعني شيكابالا برضه ليه عليه دور مهم جدا، لان النهارده شيكابالا اكتر لعيب الجمهور بيتاثر بيه. وشيكابالا ابتدى يفهم النقطه دي السنه دي، وابتدى يفهم ان هو يعني هو نجم كبير. شيكابالا النهارده راجل يعني كورته بتتكلم عليه والراجل الناس كلها بتحبه. فهو خلاص عرف السنه دي ان هو ملهاش لازمه الكلام ده لوحده يعني. ونتمنى يعني يا كابتن مدحت كلنا شايفين اللي بيحصل في البلد مش ناقص. وغير كده وكده اللي انا عايز اقوله ان التراس الزمالك والتراس الاهلي اللي هم مثلا ده بيشتم ده وده بيشتم ده، هم الاثنين بيروحوا يقعدوا على القهوه بالليل مع بعض. يعني هم اصحاب كلهم على فكره. بالظبط كده. بتوع التراس بتوع الزمالك وبتوع الاهلي كلهم اصحاب. يعني مالهاش لازمه خلاص ادام الناس كلها كويسه مع بعض. واحنا نفسنا كلاعيبه يا كابتن، يعني كابتن ايمن يمكن يقول الكلام ده وكابتن مصطفى، عمر ما كان في عداوه بين لعيبه الاهلي والزمالك. احنا طول عمرنا بنحب بعض، ولاعيبه الاهلي متربيين معانا كلهم، سواء حسام غالي وشوقي وكله احمد فتحي كلهم يعني علاقتهم كويسه جدا ببعض. فليه الناس كلها ما تبقاش كويسه مع بعض؟ ده كلام جميل، وده دور النجم بره الملعب وجوه الملعب الحقيقه. ميدو ان شاء الله في حال وصولك بقى للياقتك البدنيه اللي احنا عارفينها ولوضعك الامثل كلاعب كره يعني رائع اكيد، هل ممكن تراودك فكره الاحتراف مره ثانيه ولا خلاص انت يعني استكنت هنا في القاهره؟ لا والله يا كابتن مفيش اي فكر للسفر تاني. كان في ناس حاولت تطلع كلام الفتره اللي فاتت ان ميدو بيفكر ان هو يسافر ويرجع وكده. انا في الصيف اللي فات جالي عرض رسمي من فولهام من مارتن يول، وانا وقلت له ان انا راجل يعني خدت قرار ان انا هنزل اقعد في مصر هنا لغايه اخر لغايه ما اخلص يعني. وما فكره ان انا اسافر تاني ولا حاجه. لكن ليك طموح ان انت ترجع لمنتخب مصر، ليك طموح ان انت من خلال نادي الزمالك تستعيد لياقتك وتستعيد ميدو تماما 100%، خاصه النهارده عبرت في 20 دقيقه بشكل كويس قوي يا ميدو، يعني زعلت الناس ان انت مش موجود في الملعب. ربنا يخليك. لكن طبعا زي ما حضرتك بتقول انا يعني نفسي ان شاء الله اكون موجود في منتخب مصر من خلال نادي الزمالك. يعني زي ما حضرتك عارف دايما الواحد لما بيبقى رجليه بره الملعب بتبقى الموقف اصعب. طبعا وانا قلت الكلام ده قبل كده، لكن ان شاء الله ماتش النهارده زي ما حضرتك قلت في بدايه الكلام ان الجون والماتش ده كان مهم جدا بالنسبه لي. ان انا باذن الله الفتره الجايه يعني ابتدي اخد برضه بالتدرج، وباذن الله يعني الفتره الجايه تبقى احسن باذن الله. ان شاء الله يا ميدو، بنتمنى لك كل التوفيق، واعتقد ان انت بتشكر احمد سمير على الباص الحلو عشان هنخش عليه بعديك، هنخش عليه. بس انا